عسلامة، مرحبا بكم في جنة كويزين. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وبصحة وعافية، وإن شاء الله الوصفات اللي قاعدة ننزل لكم فيها قاعدة تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوا فيها. كيف ما قاعدين تشوفوا اليوم عملت لكم كسكسي بالقرنيط، وتوا نجيو للمكونات نتاع الكسكسي نتاعنا. هوني عندي خديت نص قرنيطة، نظفتها نحيت لها الجلدة نتاع الراس، وحاولت باش نحي القدر المستطاع الجلدة من تالي. ما هي صغيرة ماهيش كبيرة، مش باش نستحق انه نشد نخبطها. عندنا هوني الطماطم، انا نستعمل هذيك الطماطم الكونسونطري تكون في الباكوات سايلة. عملت نص باكو وزدت عليه مغرفة متاع طماطم معجونة. بطبيعة الحمص عندي، الفلفل زينة استعملت مغرفة متاع ماكلة، الملح مغرفة متاع ماكلة، وفلفل الأكحل مغرفة متاع قهوة. وهوني عندي 3 سنينات متاع ثوم حكيتهم، ومعاهم خلطت معاهم مغرفة متاع قهوة كمون. بطبيعة الكسكسي نستعمل الرقيق، وبالنسبة للخضرة باش نستعمل السفنارية والقرع الأحمر، بصل، بطاطا والفلفل باش نقليه. حطينا الزيت يسخن وتوا نحطو الفلفل ديجا حطيت فيه الداخل الملح والكمون. بعد ما اقلينا الفلفل ما شاء الله كنشوفوا قداش ريحه بنينه نتاع الكمون في الفلفل، بنت الزيت، نخرجوا الفلفل ونرميو البصل باش نحطوه يتقلى، ومن بعد نكملوا القرنيط واللفاحات. انتوما هوني تنجموا تحطوا الفلفل الزينة الحار، كيما ديما نقولكم ما تربطوش رواحكم بيا. انا صغاري ما ياكلوليش الحار برشا، الوغ هاكا نكتفي بالفلفل الزينة الحلو وشويه الفلفل شايح. نخليوهم يتقليو على نار هاديه، نغطيوهم وكل مرة نحركوهم. انا خليتهم حكيت 40 دقيقة هكاكا، نص ساعة 40 دقيقة يتقليو في عقلهم. ديجا القرنيط يسيب الماء متاعو، ما سحقيتش باش نحط الماء، كان جوست معناها شوية. من بعد وقت اللي هوني صبيت الطماطم والحمص، زدت شوية ماء باش ما تشدش، على خاطر باش تولي كونسونطري بالكدا، يعني باش تولي المرقة خاضرة. زدت شوية ماء وخليتهم يتقليو مرة أخرى، حكيت نصيف ساعة 20 دقيقة. من بعد نمرقوا بالماء يكون سخون مغلي، غليته قبل وصبيته فوق المرقة. هوني مرقت كما قلت لكم بالماء سخون، وحطيت الخضرة، حطيت البصل والسفنارية يطيبوا. وتوا نجيو للكسكسي للتفوير. انا نستعمل الباكويت، ما نحبش الكسكسي العلا، جوست نحبه كيف يكون اول نهار هكيكا اخضر، من بعد ما يعجبنيش في الماكله. هذاك علاش ما نجيبش معايا من تونس ونستعمل كين الباكويت. هوني حطيت الملح وزيت زيتونه وبثبثته بيدي كيف ما قاعدين تشوفوا، ونحطه يتفور. نكملوا البطاطا، نقسموا الكعبة على 2 ونحطوها التيب. كاين تبدا صغيرة بالبطاطا تنجموا تحطوها كاملة، ونحطوا الكسكيس ونحطوا من فوق الكسكسي ونغطيوه ونخليوه يتفور. التفويرة الأولانية حضرت، توا باش نعاودو نبلوه ونعاودو نفوروه التفويرة الثانية. اما انا راني منبلوش بالماء، نبلو بالسقاء متاعو، نرويه في بلاصة الماء باش الكسكسي يجينا احمر ويجي بنين اكثر من اللي نعملوه بالماء. جربوها وتفكروني، مش برشا ناس يعملوها الحكاية هذية، وانا جربتها مرة ما كنتش نعرفها ديجا قبل، وجربتها مرة وعجبتني برشا برشا. الحق متاع ربي يجي كسكسي ياسر بنين ويبدا احمر، ما يبداش لونه فاتح، يعني ما يبداش لونه باهت، يعني ياخذ هذاك اللون متاع المرقه بالباهي.
ونعاودوا نرجعوا نفوروه التفويرة الثانية متاعو. نجيو توا لتسقيط الكسكسي. انا سقيت ما فيش قال اللوحه عزيز عليا برشا، تفكرني في ايامات زمان وقت اللي كنا في دار عزيزي ويحطوا لنا الماكله في شقاله هكايا كبيره، يا حسره. توا يلا نرجعوا للكسكسي متاعنا، وهذه النتيجه النهائيه. البنات نتمنيكم تجربوه، الكسكسي ياسر بنين، روعه ما شاء الله، ريحه وبنه ما نحكي لكمش كيفاش. نودكم وما نشهيكم ان شاء الله ما نكونش شهيت برشا، ونتمنى انه الا فما معني حبيله معايا في القناه سامحوني على المنظر، خاطر برسمي المنظر يشهي. وتوا مقالي كيف نقولكم بسلامه وفي امان الله، نلتقينا ان شاء الله في فيديوهات جديده. محضرت لكم برشا حاجات جديده ان شاء الله لسيدي رمضان على الابواب، وحاجات زاده بالحوت ان شاء الله، بالكلامار فارسي ان شاء الله، باش الايام الجايه نهبط لكم زاده وصفات اخرى نفعكم بها ان شاء الله. ما نكونش طولت عليكم وما كنتش ثقيله زاده على قلوبكم وعلى ودنيكم زاده اللي تسمع فيها. واللي اول مره يتفرج في الفيديو متاعي ما ينساش يعمل ابوني والاشتراك في القناه ويفتح هيك الجرس الصغير باش يجيه ديما الجديد متاعي. بسلامه في امان الله.